سماء شمال إفريقيا حيث تلتقي قوى العالم. هناك طائرة كتمثل رمز للتفوق والقوة، إنها الطائرة المقاتلة F-16 واللي كيمتلكها المغرب بكل فخر، محققة له هيبة وقوة غير مسبوقة في المنطقة. منذ دخول طائرة F-16 للخدمة في سلاح الجو الملكي المغربي أصبحت أكثر من مجرد طائرة قتالية، بل أصبحت جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدفاع الوطني ومن أبرز عناصر تفوق المغرب في المجال الجوي. راه طائرة F-16 اللي كتعتبر واحدة من أكثر الطائرات القتالية تطور في العالم، كتجمع بين القدرة الفائقة على المناورة والسرعة الهائلة، مما كيمنحها قدرة استثنائية على التعامل مع جميع أنواع التهديدات الجوية والبرية. راه المحرك ديالها القوي من نوع برانت اند ويتني F100 كيمنحها قدرة على الوصول لسرعات تفوق 2 ماخ، مع قدرة استيعاب حمولة كبيرة من الأسلحة المتنوعة اللي كتشمل صواريخ جو أرض وقنابل دقيقة التوجيه. لكن راه اللي كيميز الاف 16 المغربية راه ماشي فقط قدرتها الهجومية والدفاعية، بل هو نظامها الإلكتروني المتطور اللي كيسمح لها بالتواصل بشكل فوري مع أنظمة القيادة والسيطرة في الوقت الفعلي، الشيء اللي كيعزز التنسيق مع القوات البرية والبحرية على حد السواء. وبفعل رادارها المتقدم من طراز AN/APG 83 CA-BR كيمكن لها بهذا الرادار هذا رصد الأهداف الجوية على مسافات بعيدة بدقة متناهية. تم تصدير الصقر المهاجم ل 28 جيش، وبدا تاريخ استخدامها في القتال من الحرب الأهلية اللبنانية، حيث تم استخدامها كطائرة ضاربة وطائرة تحقق السيطرة في الجو. بالنسبة للمواصفات المثيرة ديال هذه الطائرة، راه كيبلغ الطول ديالها 15 متر، والمسافة بين الجناحين كتوصل ل 10 أمتار، وفيما يخص الارتفاع ديالها راه كيوصل حتى 6 ديال الأمتار. بالنسبة للمدى ديال التحليق ديالها كيوصل ل 15 كيلومتر، وكتستمر في الطيران لمسافة 3900 كيلومتر. سرعتها كتفوق سرعة الصوت وكتوصل حتى ل 2420 كيلومتر في الساعة، وكتستطيع حمل 6 ديال الصواريخ. وزنها خفيف وحجمها صغير، كيوصل الوزن ديالها بدون عتاد 9 ديال الأطنان، ومنين كيتم التحميل ديالها بالعتاد كيتجاوز الحمل ديالها 21 طن. لديها أنظمة تحديد مواقع عالمية محسنة، وكتملك نظام ملاح عالي الدقة، وكتقدم أجهزة الحاسوب فيها معلومات توجيه للطيارين. وبفضل القدرة على القيام بعمليات متعددة الأبعاد، من حماية الأجواء المغربية إلى الضربات الدقيقة ضد الأهداف الاستراتيجية، فراه F-16 كتمثل تهديد حقيقي لأي محاولة للنيل من الاستقرار المملكة. وراه ما كاينش غير هذا الشيء، راه المغرب ما كيقتصرش على طائرة F-16 الأساسية، راه دخل في شراكة مع أرقى القوى العسكرية في العالم لتطوير وتحديث الطائرات ديالو، حيث تم تزويدها بأنظمة إلكترونية جديدة كتجعلها أكثر قوة وقدرة على التعامل مع التهديدات المعقدة والمتطورة، والنتيجة طائرة أكثر فتك وأكثر ذكاء. راه اللي كيجعل المغرب قوة عظمى في المنطقة راه ماشي فقط قوة ديال الأرض ديالو، بل السماء التي يحلق فيها طياره بأحدث وأقوى الطائرات. راه الاف 16 المغربية هي شاهد حي على التحول الكبير اللي شهدوا الجيش الملكي المغربي في السنوات الأخيرة، وكيثبت للعالم أن المملكة المغربية ليست مجرد دولة في شمال إفريقيا، بل هي قوة جوية كتستطيع فرض وجودها في أي لحظة. راه طائرة الاف 16 ليست مجرد آلة حربية، إنها رمز للقوة، الاستقلالية والإرادة الوطنية. ومع كل طلعة جوية ومع كل مهمة يتم تنفيذها كيتأكد للجميع أن المغرب كيمتلك القدرة على الدفاع على نفسه، بل وعلى التفوق في سماء المنطقة. راه المغرب اليوم بفضل طائرات الاف 16 اللي كيمتلكها صبح قوة جوية ضاربة لا يستهان بها. ومع استمرار تحديث الأسطول ديالو وتطوير القدرات ديالو العسكرية، كيظل الحلم الأكبر هو الحفاظ على السلام، وفي نفس الوقت دائما مستعد لمواجهة أي تحديات تقدر تهدد الأمن ديالو والسيادة ديالو والاستقرار ديالو. بكل فخر المغرب ليس فقط في الأرض اللي كيسيطر عليها، بل في السماء اللي كيحلق فيها. مع طائرات الاف 16 المغرب أصبح له قوة لا يمكن أن تقهر. هنا غنطرح عليكم واحد السؤال، شنو كيبان لكم؟ هل طائرة الاف 16 قامت بالمهمة ديالها وكتقوم بالمهمة ديالها في المغرب على أحسن وجه؟ واش المغرب خصو يتوجه لشراء طائرات حربية أخرى للتعزيز من الأسطول ديالو الجوي؟ واش المغرب أيضا يجب عليه أن يحسن من المقومات ديالو الحربية فيما يخص السلاح الجوي؟ إذا كان ممكن جاوبوني على هذه الأسئلة في التعاليق،
أشكركم جزيل الشكر على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله.